السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل اكله النهارده كده مع بعض، خليها مفاجاه، مش هقول لكم عليها كده في الاول. يلا بينا كده نشوف الطريقه وهنعملها مع بعضنا كده ونشوف هنعمل ازاي، ويا رب تعجبكم. يلا بينا. بصوا يا حبايبي، احنا جايبين ايه النهارده؟ جايبين الهياكل ديت. هنعملها كده النهارده، هتشوفوا هعمل الطريقه اللي انا هعمل بيها ازاي. اهي جبتها اهيت، جايبه كيلو 40 جنيه. هقطع الاجنحه كده لوحدها والرقبه لوحدها واوريكم انا هعمل بيها ايه. هعمل بيها حاجه جميله قوي هتعجبكم. اهي هغسلها بقى كده واقطعها، وهنشيل بقى طبعا اللي فيها دوت. هنشيل ده كده، وهنقطع الرقبه لوحدها والاجنحه لوحدها. هنقطع دي كده اهي، هنقطع دي بقى، هنقطع دي كده لوحدها، وهنقطع الاجنحه دي لوحدها، وهنقطع الاجنحه دي كده لوحدها. وما اقطعها بقى هبقى اوريها لكم. يا حبايبي بصوا، غسلناها اهيت وفتحناها طبعا من هنا كده وطلعنا اللي فيها اهي. احنا سايبين الراس ديت عشان تبقى بس شكل، وبعدين لما تستوي بقى واللي يجي ياكل يبقى يشيلها يقطعها يرميها، بس انا سايباها عشان تبقى شكل بس اهي. نضفت كله كده من هنا كده وغسلتها، نقعتها بميه بليمون وملح وسايبه واحده عشان اوريكم هنضفها ازاي اهي. بس دي بتتنضف كده اهو. شفتك هناك بالصدفه اهي. تنضفي كل اللي فيها كده وتشيليها وترفعها كده، وبعدين بقى تنقعها بقى في ميه مخلي كده بليمون بملح اهي. اوريكم بقى انا هعمل بها ايه. ودي الأجنحة اهي برضه غسلتها وقطعتها كده اهي. غسلتها كده وقطعت الأجنحة كده مع بعضها، والدبابيس اللي هي فوق الجناح دي برضه مع بعضها اهي. يلا بقى نشوف هنعمل ايه، وهجهز الحاجه كده وارجع لكم. هنعمل بقى حاجه شويه الرز اللي هنعملهم مع الرقب. جبنا كده ماده دهنيه وزيت سمنه اللي انت حابه تحطيه، وخرطنا بصلايه صغيره كده حطيناها على الزيت. هندبلها بقى. الرز ده اللي هنعمل بيه الرقب. ماده دهنيه بقى اللي انت محتاجاها، تحطي زيت تحطي سمنه حبه حسب ما انت بتحبي يعني تعملي بيه الاكل. ندبل بقى البصلايه كده مع بعض. ونحط التوابل على البصل. هنحط معلقه بهارات كده كبيره، ومعلقه فلفل اسود، وورقتين لورا. بتفرق كتير لما تحطي التوابل مع البصل كده وتشوحيها كده مع البصل. احنا مش عايزين البصله تحمر، عايزينها بس تصفر كده بقى. كفايه. نحط بقى عليها الرز بتاعنا طبعا غسلينه. مسخنين برضو ميه معانا كده في الطبق. احنا مش عايزين ميته تبقى كتير، احنا عايزينه يبقى يعني مستوي بس مش مستوي قوي، عشان لسه هنحطه في الرق. نحط بقى الملح، نغطي عليه بقى، وما يغلي نغطي عليه ونسيبه ينشف كده مع بعضه، وبعدين ايه هرجع لكم نشوف هنعمل مع بعض ايه. الرز بتاعنا استوى يا حبايبي، فرغته كده في الصينيه. بصوا البهارات مخليه بصراحه ريحته وطعمه جميله.
ومعانا بقى الرقه بتاعتنا هي بقى المفاجاه بقى اهي. بصوا احنا فتحناها بقى مع بعض كده ومنضفينها من جوه مع بعض. هنحشيها بقى كده ونشوف هنعمل مع بعض ازاي. اهي ادي الرقبه بتاعتنا، الدماغ مخلينا ايه كشكل بس، انما ما تستوي دي طبعا هتترمي، محدش بياكلها دي طبعا. محدش بقى يقعد يقول لي يع وبع واللي هما بيعملوه ده. جربوها كده وقولوا لي ايه رايكم فيها. جارتي نادت لي وقالت لي تعالى اقول لك على حاجه بعملها جميله. قلت لها ايه؟ قالت لي اقول لك على حاجه واعمليها وصورها على القناه. قالت لي بجيب الرقب. اي حبيبي. قالت لي بقى تعالي اقول لك على حاجه تعمليها وتصورها على القناه. قلت لها ايه؟ قالت لي انا بجيب اللي هو الهياكل ديت بتاعه الفراخ واقطع الاجنحه لوحدها واقطع الرقبه لوحدها. اهي بص كده احنا عملناها هي بقى، عشان اهي هنجيبها بقى نقفلها بالخل. اللي عايز يخيطها يخيطها واللي عايز يقفلها بالخله يقفلها. انا بدل ما اقعد اخيط بقى هعمل ايه؟ اقفلها بالخله كده وخلاص. هتاخد بقى معاكي خله 2 حسب ايه، حسب الحجم بتاعها. قالت لي تعالى اوريك انا عملت ايه، وورتني حشتها. بس هي ايه بتعملها بقى بالفريك، انا عندي عيالي ما بيحبوش الفريك، فانا عملتها ايه بالرز. اللي عايز يعملها بالفريك يعملها. اهي قفلناها اهي. حمام كداب ولا لا؟ اهي نجربها كده وقولوا لي ايه رايكم بقى. عملتها هي بقى بالفريك، انا قلت ايه انا هعملها بالرز واجربها برضو. اهي حبايبي نجيبها كده ونقوم فاتحينها من تحت. احنا طبعا منضفينها ومطلعين اللي فيها، ونقوم جايين حشينها اهي. تحشيها من الناحيه دي ومن الناحيه دي، من بره من الناحيه دي كده ومن الناحيه دي كده، بس تحشيها من هنا كده اهي قدامك اهي، وتقفليها بالخل. قالت لي ايه تعالي بقى اوريكي، وريتها لي بصراحه جميله. وحشيها بقى وعاملاها كده بالفريك. انا قلت ايه انا اعملها اجربها واعملها بالرز وانزلها بقى معاكم. بس قلت لها ايه، قلت لها بقى اللي هيقعد يقول لي يا ويقول لي ايه اللي انت عاملاه ده وايه اللي انت بتعمليه ده ومش عارفه ايه. وبعدين رجعت وقلت ايه ده انا هجرب كده واشوف واعملها. يعني احنا لما بنجيب الفراخ وبنطلع الرقب اللي فيها ونخليها كده، نطلع بتاع ده البانيه ونطلع الوراك، يعني احنا بنرمي الرقب ولا بنرمي اللي هو بنقطعه من الفرخه ده؟ طبعا ما بنرميش حاجه. ده احنا لما بنعلق على الفرخه العيال بيقولوا ايه عايزين الرقبه قبل ما الفراخ تستوي، بعد ما استوت قبل ما نحمر ده يقول انا عايز الرقبه وده يقول انا عايز الرقبه. ودي برضو الرقب يعني دي مش حاجه مش وحشه يعني، وجميله والله. وريتها له وحمرتها وجميله تشوفيها تقولي دي حمام فعلا مش رقب، لا حمام. اللي عايز يعملها بالفريك يعملها، واللي عايز يعملها بالرز بالبصل كده زي ما انا عملت كده بالتوابل يعملها. اهي ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ وتقفليها بخله من تحت، مش عايزه تقفليها بخله خيطيها. رحت بقى جبت الايه، جبت بقى اللي هما الهياكل ده. رحت جبت 3 كيلو، كيلو ب40 جنيه يعني ما هيش رخيصه برضو. جبت 3 كيلو وقلت ايه اقطع الاجنحه لوحدها كده واجرب كده واشوف. قطعت الاجنحه وجبت الرقاب وقلت ايه اجربها كده بقى معاكم على القناه ونشوف تستوي برضو، ونحمرها كده ونشوف مع بعض ونقول ايه رأينا. اهي يا حبايبي وهتقفليها بقى بالخله من تحت. هعمل بقى معاكم ديت وبعدين اخلص الكميه كلها وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. اهي بتفتح
بتفتحها بقى كده، بص مفتوحه من هنا ومن هنا طبعا منضفين ده كلاته. بتفتحها كده وتحشي من الناحيه دي ومن الناحيه دي اهي، بتحشي من هنا كده وبتحشي من الناحيه دي برضو كده. ما انت طبعا ما بتجيبي الفرخه وتطلعي بقى البانيه لوحده وتطلعي الوراك لوحدها وتقطعيها كده، طبعا دي بتطلع ترميها؟ لا طبعا بنعملها وبناكلها، مفيش حاجه بتترمي الحمد لله. في عز الغلا اللي احنا فيه دوت نقول الحمد لله على اي حاجه. اي حبيبي اقفلها بقى بالخله برضو معاكم كده واحده كمان واكمل بقى الباقي اهي. نجيب دي كده ونقوم جايين ايه قافلينها من هنا كده اهي. ايه رايكم؟ نكمل بقى، اكمل بقى كله وبعدين ارجع لكم بقى. اي حبايبي انا عملت الكميه كلها اهيت اهي. انا عملت بقى طبعا عشان هي قالت لي ايه، هي دوقتني بالفريك فقالت لي لما تعملي بالرز لازم تدوقيني، فانا عملت الكميه دي برضو عشان ايه ادوقها برضو زي ما هي دوقتني، برضو ما ينفعش هي تدوقني وانا ما دوقهاش اهي. هنعلق بقى عليها، نحط الميه كده هتسخن على البوتاجاز وارجع لكم. حطينا الميه اهي يا حبايبي على البوتاجاز، الميه غليت اهي. هنحط بقى معلقه بهارات ومعلقه فلفل اسود ومعلقه ملح بس، احنا مش هنحط بقى حاجه ازيد من كده. نسقط بقى برضو ما نعليش عليه البوتاجاز عشان ما يطقش، هو زي الحمام بالظبط. نوطي عليها البوتاجاز والسمين اللي بيبقى دوت بيخش على الرز السمين اللي هو بيبقى في قلب الرقبه دوت بيخش على الرز بيطعم الرز ويخلي الرز جميل. واحنا كده كده عاملين الرز بتاعنا موضبين متبلينه وعاملينه برضو بالسمنه، ودوت برضو بيخش عليها بيخليها جميله. لما تستوي كده برضو هنشوف مع بعضنا. اي حبيبي سقطناها هي، حطيناها كده بقى نوطي عليها البوتاجاز عشان ما تفرقعش وما تستوي ابقى ارجع لكم. اي حبيبي استوت اهيت وطلعتها. هجيب بقى دلوقتي احطها بقى في الفرن احمرها اهي. هي لسه سخنه لسه مطلعاها اهي فمش عارفه امسكها اهي. هحمرها بقى وارجع لكم. اي حبيبي بقى نعمل شويه ملوخيه حلوين كده. جبنا التوم بتاعنا دقناه كده وحطينا عليه السمنه وحطينا عليه بتاع دي معلقه كزبره ناشفه. ودي الملوخيه بتاعتنا اهيت. انا خرطتها وعملت حطيت عليها شوربه كده وغلت. نحمر بقى التوميه. نحمر بقى التوم كده. ودي الشوربه بتاعت بص الشوربه سمينه خالص ازاي. دي الشوربه بتاعت البتاع اللي احنا عملناها بتاعت الرقب. نحمر بقى شويه الثوم ونحطهم على الملوخيه، ونبقى عملنا شويه ملوخيه كده جنبها. وانا حمرتها هي في الفرن، ما رضيتش بقى احط ولا زيت ولا احمر في الزيت. انا حمرتها كده في الفرن من غير زيت، هي اصلا يعني مش محتاجه اللي هي تحمر في الزيت. هي اصلا الرقب بتبقى سمينه وفيها دهن فهو نزل على الرز، وانا كنت عامله رز برضو بسمنه. اي حبايبي حمرناها ونحطها اهي. ادي الملوخيه بتاعتنا اتعملت اهي. نروح بقى نغرف الرقب ونوريكم يا حبايبي. ده الرز اللي احنا حاشين بيه. فرشت اهوت في الصينيه. وهنجيب بقى ايه الرقب بتاعنا كده نحطه. بصوا الجمال. قولوا لي ايه رايكم بقى. هي سخنه لسه
طفينا ولسه مطلعينها دلوقتي، كنا محمره لسه مطلعينها حالا. اهي قولي لي بقى ايه رايكم بقى. مش عارف بقى ارص الباقي طبعا بقى في الصينيه. قولي لي ايه رايكم في الجمال بتاعنا دوت. جبنا كده قرن فلفل قطعناه، جربوها برضو وقولوا لي ايه رايكم فيها. جميله والله، ولا حد بقى يقول ده رقب عامله رقب، اما اللي يشوفها يقول ده حمام كذاب. وعملت بقى شويه ملوخيه كده نغرفهم مع بعض. وده يا حبايبي شويه الملوخيه اللي احنا عملناهم مع بعض. قولوا لي ايه رايكم بقى في الجمال بتاعنا دوت. وده الرقب اللي احنا عملناها مع بعضها. لو مش سخنه بقى كنت قطعتها ووريتها لكم، بس هي سخنه بقى والنور قطع دلوقتي، فانا مش عارفه بقى اكمل معاكم. قولوا لي بقى ايه رايكم فيها. ما تنسونوش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه. وقولوا لي ايه رايكم في الاكل بتاعنا النهارده، واكتبوا لي كده في الكومنتات قولوا لي ايه رايكم، وعجبك ولا مش عجبك ولا ايه. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.